عايزة أضيف حاجة بس على الفيديو الأولاني، لأني نسيت أضيف حاجة مهمة قوي. أول حاجة، إن عشان بقول إنها مش بالدراسة، ممكن البني آدم يكون دارس المهنة دي في أرقى الجامعات، بس مع ذلك لما يجي يقف قدام الكاميرا ما تظهرش موهبته، تحس انه ضعيف او مش عارف يمثل، او ان المهنه دي ما كانتش لايقاله. خصوصا هتقولي لي مثلا انتوا مين عشان تقولوا كده؟ احنا الجمهور، احنا المتلقي، هي بتمثل للناس. وعشان كده بقول مش بالدراسه، ممكن تكون دارسه في ارقى الجامعات، بس لما تيجي تمثل الناس مش قابلاها، مفيش قبول، لان التمثيل ده في الاول والاخر مهنه قبول. وليه بقول انها مش بالدراسة؟ لان فنانين زمان او معظم فنانين زمان ما كانوش دارسين حاجة. يعني في منهم ما كملش شهادته الجامعية اصلا، وفي منهم ما كانش بيعرف يقرا ويكتب، وفي منهم ما كملش دراسة اكاديمية او ما دخلش اكاديمية اصلا عشان يدرس، ومع ذلك كانوا فنانين وموهوبين. يعني مثلا انور وجدي، نجيب الريحاني، ستيفان روستي، زينات صدقي دي بدأت كايه؟ لا كانت دارسه ولا اي حاجه، دي بدأت رقاصه ومونولوجيست. واسماعيل ياسين برضو بدأ مونولوجيست، وبعدين التحق بفرقه علي الكسار. وفريد شوقي برضو. يعني بس الناس دي لغايه دلوقتي موهوبه، الناس دي لغايه دلوقتي موهبتها بتتكلم، ونتفرج على افلامها. يعني لما اشوف فيلم لنجيب الريحاني، قد ايه مقبول، قد ايه دمه خفيف، قد ايه الناس حباه، بيتكلم بتلقائيه كانه بيمثل بقاله 100 سنه. يعني انا بتفرج على فيلم احمر شفايف، والله العظيم بفطس على نفسي من الضحك، رغم اني مش اول مره اشوفه، بس من تلقائيه نجيب الريحاني تحب ان انت تتفرج عليه، رغم انه ما كانش دارس، وباجتهاد وعمل فرقه سماها فرقه نجيب الريحاني. فعشان كده بقول مش بالدراسه، اهم حاجه القبول عند الناس. وعشان كده بقول لحضرتك يعني يا ريتك تراجع نفسك في حكايه القضيه دي، وتسيب حريه الراي والتعبير للناس مش ليك.